يوم لما وزنت وزني انصدمت. هاي جايز، للي ما يعرفني أنا هودي. في فيديو اليوم راح آكل لمدة 24 ساعة مثل بيلا حديد. للي ما يعرف بيلا حديد أو بيلا حديد هي السوبر موديل فلسطينية وكمان أمريكية، وهي مشهورة عالميا بجمالها لأنه هي عندها يعني جمال غير طبيعي ما شاء الله عليها والله. وأنا كمان كتير بحبها. اليوم راح أفرجيكم كيف أكلت مثل بيلا حديد مدة 24 ساعة. والسؤال الحقيقي هو كم صرفت؟ هل الدايت صعب أي ولا لا؟ كم خسيت؟ هل عجبني دايت أي ولا لا؟ وإذا بنصحكم بالدايت تبع بيلا حديد. أكيد هي ما بتاكل دايما نفس الشي كل. حاولت أشوف يعني في انترفيو عديدة شو هي بتاكل بالضبط، فحاولت أقلد شو هي بتاكل بالضبط، وصراحة انصدمت في نقطة معينة وراح أقول لكم شو. في فطور الصباح هي بتاكل 2 سوسجز. عنا السوسجز بس لازم يعني هما لازم يكون 2 سوسجز، 2 نقانق مع بيضة خبز قمحي، أما يعني 2 نقانق وبيضة. وأنا أقليت البيضة بالزيت تبع السوسجز لأنه شفت بنت تعمل نفس الشي، بس ما بعرف إذا صح الشيء اللي عملته. حسيت إنه هي يعني بتعمل نفس الشي، فحبيت إنه آكل بالطعم نفس الأكل تبعها. وكمان حطيت خبز معمول مصنوع في الدار، هي قمحي يعني خبز يعني شعير. استعملت خبز كمان صحي مصنوع في المنزل. ماما سوت هوت شوكولات، بس أكيد أنا ما راح أشرب هوت شوكولات. هي دارك هوت شوكولات من غير ولا هيك جرام سكر. بس أنا في الحين قاعد أجهز النقانق وياس هذه. هل يقنع الفطور الصباح؟ أي فطور صباح أنا شخصيا قنعني يعني، لأنه اللحم يقنع وحده، وأنا صراحة مو متسنسة أصل إنه أفطر 2 نقانق في النهار، يعني شي جديد. هل عجبني؟ هل يعني combination صراحة ممكن مو متعودة. أقيم الفطور 7 من 10، وقنعني صراحة الفطور قنعني وكان لذيذ. في الفطور أنا تبعت الوصفة تبعت الفطور تبعها. هي في الفطور بصراحة بتنوع، ساعات تعمل chicken with veggies وساعات تعمل fish with veggies، بس أنا اخترت chicken with veggies. الكومبينيشن أول مرة بجربها. سويت السلطة بس هلأ راح أخلطها، راح أسكر هيك. بسم الله. هذه هي السلطة وراح أخلطها مثل هيك. ربي يستر. حطيت فيها الشيا، حطيت فيها الزوكيني، حطيت فيها البيبروني وشوي. العادة باكل الكينوا لحالها يعني هي سلطة غريبة صراحة، ولما أكلتها انصدمت لأنه كانت ممكن ألذ سلطة كليتها بحياتي وعجبتني. وكمان قررت انه راح دايما اسوي هاي السلطة لانه كتير فيها منافع وكتير لذيذة. يا ماما شو رأيك؟ من غير ملح راح حطيت ملح ما شاء الله. شي في هالدايت تبعها انه هي بلا بتشرب لتر من المياه، يعني تقريبا هذه يعني تقريبا شربت هاي القارورة ونص هاي القارورة في الدايت تبع بيلا. إذا بتريدوا تجربوا هاي الدايت عارفوا إنه حمامكم لازم يكون دايما فاضي وما في عدا، لأنه لتقطرة من الماء فيكم يعني تتخيلوا. عشاء كان في خيارات عديدة. أنا
أنا كان فيني أكل بروتين شيك أو سلطة، يعني سلطة بالفيش، أو كنت فيني أكل باستا لأنه هي بتحب الباستا. أكيد أنا ما بحب الباستا، إيطالي وما بحب الباستا. مش بكرهها بس ما بحبها. أوكي ما عملت الباستا واخترت إنه سوي البروتين شيك تبعي. يعني أنا تعلمت وصفة غير عادية رح أشاركها معاكم في الانستغرام تبعي، ما تنسوا على الانستغرام تبعي وكمان على التيك توك تبعي. عجبتني كتير عجبتني بطريقة غير عادية البروتين شيك. تعشيت بالبارح بروتين شيك. اليوم لما وزنت وزني انصدمت يا جماعة، لأنه النهار اللي من قبل جربت يعني نشوف كنت أوزن 60.7. أوكي بس اليوم لما يعني وزنت نفسي في الميزان لقيت إنه أنا ناقصة كيلو كامل. ما فيني أشرح لنفسي ليش صار هذا الشيء، بس مبسوطة صراحة. وكمان الدايت تبعها بيقنع، شخصيا بيقنعني حتى لو كان يعني سامبل بروتين شيك، لكن البروتين شيك صراحة يقنع. أنا عجبني. أنا أنصحكم إنه تجربوا السلطة تبع لا كتير لذيذة. إن شاء الله يكون عجبكم هاي الفيديو جايز. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا وصلنا 100,000 راح أتبرع أموالي كاملة تبع اليوتيوب إن شاء الله. برع مصاري كلها تبع اليوتيوب اللي جاتني لجمعية خيرية. راح أوثق لكم كل شيء وراح أثبت لكم كل شيء. حاليا ما بعرف لساتني لأي جمعية راح فيني اتبرع. إذا عندكم جمعية تعرفها وموثوق بها بليز جايز ابعثولي وقولولي وانصحوني. ان شاء الله يكون عجبكم هاي الفيديو. نسيت احط لكم وزني من الاول وراح اخلي لكم شي لقطه من الفيديو تبعها. وسؤالي ليكم هو هل انتم مستعدين انه تجربوا هالدايت؟ انا هالدايت صراحه عجبتني قنعتني، وصراحه انظن ان هي دايت هيلثي، يعني مو اكستريم دايت ومو دايت غير صحيه، لانه ما فيها سكر بس فيها كتير خضروات وفيها كتير منافع للجسم، فهي مفيده اكيد للناس اللي راح يحبوا يجربوا هاي الدايت. انا نصيحتي ليكم انه جربوا هالدايت. نسيت اقول لكم ان الدايت هاد كلفتني تقريبا ليوم كامل 7 يورو و50. هل هي مكلفة؟ الاكل الصحي صراحة ما بعرف ليش رغم انه صحي هو للأسف يتكلف 7.50 يورو. وصراحة صوم مناسب على الآخر في أوروبا، إنه هو بسعر مناسب جدا لهذا نوع من الدايت، خاصة لأنها دايت صحية. اللي عجبني إنه المياه رغم كتير هما تقريبا هالمياه هما ينظفوا الجسم من كل الأشياء البشعة اللي في بدننا، فهو كتير معدل بيشربوا كتير مياه. أكيد في سر وراء هالأشياء. آخر كلامي ليكم، أنا بحبكم كتير من كل قلبي يا جماعة، وإن شاء الله نتلقى في فيديو جديد. ما تنسوا تعملوا فولو وسبسكرايب، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. واذا عندكم فيديوهات تحبوا تقترحها علي انا راح اقرا تبعتكم وان شاء الله راح اجاوبكم. كنتوا معانا في حلقه من دايت وذ هودي. يا ترى من المشهوره الجايه اللي راح اتبع دايت تبعها؟ اقترحوا لي يا جماعه في التعليقات، لانه ارائكم هي اكثر شيء يهمني انا.